بأداء سهل وبسيط ولا أروع، النادي الأهلي بيفوز على الاتحاد ب3 أهداف للا شيء. السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة. اسمي علاء محمد، ولو أول مرة بتشوفنا اعمل سبسكرايب وفولو للقناة وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. ويلا نبدأ. النادي الأهلي بدأ السيطرة مبكرا وقدر يترجم ده لأول الأهداف في الدقيقة 12 عن طريق المتألق بيرسيتاو. النادي الأهلي واصل الضغط وبعد عدة محاولات قدر يسجل الهدف الثاني عن طريق ياسر إبراهيم في الدقيقة 32 من رأسية رائعة. في الدقيقة 44 حصل نادي الاتحاد على ضربة جزاء، ولكن المتألق محمد الشناوي نجح في تصديها لينتهي الشوط الأول بتقدم النادي الأهلي بهدفين للا شيء. في بداية الشوط الثاني حصل نادي الاتحاد مرة أخرى على ضربة جزاء، ولكن مرة أخرى بتضيع عن طريق أحمد عادل ميسي لاعب الاتحاد. الأهلي بيبتدي يحافظ على النتيجة ويهدي اللعب، وفي الدقيقة 90 أحرز أكرم توفيق الهدف الثالث لتنتهي المباراة بفوز الأهلي وتصدر جدول الدوري برصيد 18